ازاي براند قهوه صغير قدر يهزم ستاربكس وكمان كان سعره ارخص من ستاربكس بتقريبا النص. البراند ده لما دخل اسيا وامريكا الكل كان متاكد ان البراند ده مش هيقدر ينافس. الطعم كان عادي، طعم القهوه ما كانش اجمد حاجه، وكمان البراند مش قوي بنفس قوه ستاربكس. لكن البراند ده فهم كويس الكريتيكال بوينت اللي الناس عايزاها. الناس هناك ما عندهمش وقت تقريبا ان هم يقعدوا في كافيه ويشربوا قهوه لمده نص ساعه، في اللي عايز يلحق الشغل واللي عايز يلحق المترو واللي وراه مشاوير الصبح. فقال لك خلاص انا عرفت انا هعمل ايه. قال لك ستاربكس كان فاتح فروع كبيره وفي نفس الوقت كل واحد في حي منفصل وبعيد عن بعض، راح هو عامل فروع صغيره جدا وقريبه من بعض وجنب محطات المترو. غير كده كمان الستاندرد بتاعهم ان القهوه بتطلع في اقل من 60 ثانيه. ومش بس كده، سعر القهوه ارخص ب 40% من سعر ستاربكس. فالناس اتربط في ذهنها ان البراند ده بتاع الصبح قبل ما اروح الشغل هشرب منه. وده بالظبط اللي هو كان عمله استراتيجي اسمها الجراب اند جو، تاخد قهوتك في ايدك ومش هتقعد قعده طويله. حصل ان البراند ده كسب حصه سوقيه كبيره جدا من ستاربكس في الاماكن اللي الستاربكس كان مفكر ان هو الوحيد اللي بيلعب فيها. والمرعب بقى ان البراند ده اصلا المنتج الاساسي بتاعه مش قهوه، ولكن نزل ريبورت في 2016 بيقول ان البراند ده 60% من اجمالي مبيعاته جايه من القهوه بس. وهنا نطلع بحاجه شاذه، ان النجاح دايما مش في المنتج او جوده المنتج، اوقات كتير بيكون الكاستمر اكسبيرينس او تجربه العميل نفسها مختلفه وده اللي ينجحك. فانت لو قدرت تخمن اسم البراند ده اكتبه لي تحت في الكومنتس.